بصوا بقى، بصراحة الأكلة دي أنا كنت بقول لكم خطيرة، المرة دي بقول لكم أنا مش عجباني، اوعى حد يعملها أبدا. هي بطاطس مهروسة عادية كده زي ما انتوا شايفين. أنا جبت البطاطس المكعبات، حطيتها تتسلق، حطيت لها حبة ملح فقط لا غير، سبتها تستوي. خلاص شكرا كده استوت. طبعا سبتها لما تستوي طبعا على النار يعني. بعد كده بقى طلعتها وهي سخنة كده، هرستها عشان تبقى سهلة على ايدي وانا بهرسها. اللي عنده هراسة بقى يهرس بالهراسة. انا حطيت بقى النشا كده، معلقتين نشا. حطيت توابل البطاطس، حطيت توابل اللي هي مرقة الدجاج البودرة ديت الناعمة. فحطيت بقى كله على بعضه كده، ورحت ده وحط عليهم معلقتين كرك بتاع ده بابريكا، ويا ريتني ما كنت حطيت، وحبة بقدونس، وهرستها حلو قوي. اصل عشان مش عجباني فانا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، بس طعمها حلو. لكن في القليه مش حلوه خالص. يعني انا بصيت لقيتها بقى بعد ما كورتها وحطيتها في الزيت وفرحانه بقى، قلت هتطلع مقرمشه، ولا طلعت مقرمشه ولا اي حاجه. ما عجبتنيش خالص، واللي انا شفتها بصراحه في فيديو ما عجبنيش خالص. بس للاسف انا شفتها عاملاها غير كده خالص. لكن انتوا عارفين انا ما بحبش اضحك على حد، ولا احب اقول لحد حاجه اعمليها حلوه وهي وحشه. هنا حطيتها بقى بعد ما كورتها كده في الزيت اهو. هسيبها بقى تاخد لون. بصوا بس ما تسيبوهاش بقى خالص، يعني ما تعملوش زي بقى انا سبتها شويه كده، بصيت لقيتها بقت هريسه يعني. لكن انا هنا في النقله التانية دي رحت مطلعه على طول. لو تلاحظوا حتى تلاقوا فيه فتافيت بطاطس، رحت لحقاها على طول اهي زي ما انتم شايفين. وحطيت جنبها بيض محمر. وريتنا ما كنا اتعشينا العشوه دي. انا حق ديسلايك، مش حق اقول لكم اعملوا لي لايك ولا اي حاجه. بس والله مش ذنبي حاجه، انا قلت لكم عشان تعرفوا بس. هي طعمها حلو وشكرا وفقط لا غير. يلا بقى اقول لكم باي باي من غير سلام. باي باي.